بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا لحلقاتنا عن الأزمة السودانية. الحرب في السودان والقتال في السودان بدأ أسبوعه الثالث وسط معارك ضارية. مبدئيا قبل ما ندخل في موضوع تطور الحرب ما بين قوات الجيش الوطني السوداني وبين قوات الدعم السريع، نحب ننوه عن حاجة تتمتع بها السودان وشوف حالها وصل لفين بين الدول. السودان بتمتلك 80% من إنتاج الصمغ العربي على مستوى العالم. السودان مساحة الأراضي المنزرعة فيها اللي صالحة للزراعة 200 مليون فدان. المنزرع منها فعلا 64 مليون فدان. السودان بتمتلك 115 مليون فدان قبل للمراعي الطبيعية اللي موجودة، و400 مليار لتر مية من حجم المياه من الأمطار والأنهار. سادس أكبر دولة في العالم، ثالث أكبر ثروة حيوانية في العالم، بتقدر ب110 مليون راس ماشي. المهم بقى احتياطي الذهب في السودان، احتياطي الذهب في السودان 1550 طن ذهب، ودي بيخليها ثالث أكبر منتج في إفريقيا. الفضة 1500 طن، النحاس 5 مليون طن. بتمتلك السودان 39% من الإنتاج العالمي من السمسم الأبيض. شوف حجم الثروة اللي موجودة في السودان، وشوف مدى استغلالها من لحظة جلاء القوات البريطانية عن السودان 1956 لغاية النهاردة، وشوف حال السودان وصل لفين، وشوف قوات الدعم السريع وهو بيتكلم، وشوف ده ينبهك لحاجة كبيرة، ان مفيش يعني أولوية لدى القيادات السودانية للشعب السوداني أو للوطن السوداني. القوات المسلحة أزمة أن تكون هناك قوتين مسلحتين في أي دولة، دي أزمة موجودة وتوجدت في السودان، وخير دليل هو عليها. خلي بالك إن الدول بدأت تتسارع لإجلاء رعاياها من السودان. وصلت لقاعدة الملك فيصل البحرية عدة بواخر سعودية محملة ببعض رعايا الدول، وصلت إلى قاعدة الشرق الجوية في الماظة في مصر، طيران موجود، وبدأت كندا وبدأت أسبانيا وبدأت بريطانيا وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت بعض الرحلات الجوية تطلع على الأردن محملة ببعض رعايا الدول. وده يقودنا إلى أن في احتمالات كبيرة جدا لتسارع الدول لإجلاء الرعاية. أولا أن الدول ربما تكون تأكدت من معلومات وثيقة أن الصراع سوف يطول، الموضوع ده مطول، أو ربما تكون الدول اللي هي هتبدأ تخلف رعاية على هبة القيام بعمل عسكري للفصل ما بين القوات المتواجدة في السودان، علشان ما يتخذش رعاية الدول دي رهينة. وخلي بالك حجم الجالية المصرية اللي موجودة في السودان اللي مسجلة في السفارة المصرية حوالي 10,000 مواطن، واللي موجودين فعلا في السودان حوالي 100,000 مصري موجودين هنا. وده اللي بيقول لنا ان الازمه ربما تستغرق اوقات واوقات واوقات، عشان بس ما حدش يطلع يقول لنا واخد لي بالك الحكومه المصريه وحصل ومش عارف ايه وتباطؤ في اجلاء الرعايه. الدول كلها يعني بتشتغل في اجواء صعبه، في عدم تنسيق، في انفلات امني في الخرطوم. السودان حاضر قوي في الامن القومي المصري، لا اختلاف على كده، من ايام الملك فاروق لغايه النهارده.
السودان حاضر ولاعب أساسي في مفردات ومخرجات الأمن القومي المصري. بلد بحجم الثروة اللي احنا قلنا عليها في البدايات دي، ولغاية دلوقتي السودان فيها مجاعة. السودان فيها مجاعة وبرضه وفي قتال. طبعا الوساطة الإسرائيلية اللي احنا اتكلمنا عليها وأشرنا عليها في الحلقة السابقة، فهل هتقف الدول المجاورة للسودان مكتوفة اليد وخاصة مصر في ظل الأزمة دي؟ أعتقد أن مصر بتبذل مجهودات ضخمة لنقل رعاياها ولحل الأزمة السودانية، وما أعلنت عنه القيادة السياسية أنها لن تتدخل في الشأن الداخلي السوداني. وده يقودنا إلى نقطة تانية. شوف حجم الدول المجاورة لمصر: ليبيا، السودان، من الناحية الجغرافية ومن ناحية المنطقة الشرق الأوسط كله. ليبيا، السودان، العراق، اليمن. حجم التوترات اللي موجودة، وده بيخلينا نتمسك بعزة وكرامة الجيش المصري وتضحيات الجيش المصري، وإن الجيش المصري عزه من عز مصر، جيش وطني حمانا من المهاترات اللي احنا فيها دي، من الاقتتال اللي احنا فيه ده، من نشوب حرب أهلية بالطريقة دي. كل الدعوات وكل الأمنيات إن الشعب السوداني يجتاز تلك الظروف الصعبة. كل التحية والإجلال والتقدير للدور القيادي للمقام السامي لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد على عملية الإجلاء الإنساني لرعايا دول، وليس السعودية فقط، اللي وصلت وتبادت في مطار الملك عبد العزيز في جدة وإلى قاعدة الملك فيصل طيب الله ثراهم، الرحلات البحرية في حماية القوات البحرية الملكية السعودية. ومصر وصلت إليها عدة رحلات في قاعدة شرق الجوية وقاعدة الماظة، وبدأت الأمور تعي تماما أن الدولة المصرية تهتم برعاياها. على السودان أن تعي تماما، وعلى أثيوبيا ألا تلعب بالنار وتنتهز فرصة الحرب في السودان لتنفيذ أغراضها الخبيثة. سد النهضة بالنسبة لمصر حياة أو موت. القيادة السياسية تعلم هذا، والقيادة العسكرية تعلم هذا، والشعب المصري يعلم هذا. حمى الله مصر، حمى الله الجيش، والسلام عليكم ورحمة الله.